أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم سنة 1942 أيام الحرب العالمية التانية، وبتكون في طيارة تبع الجيش الأمريكي كانت بتضرب مناطق مهمة جدا في اليابان، وبنشوفها وهي راجعة للسفينة اللي هتهبط عليها في وسط البحر، وبيكون عليها الطيار داكسون واتنين مساعدين مارك وجيمس. وفي الوقت ده بيبلغ المساعد داكسون ان مش لاقي السفينه اللي هيهبطوا عليها، فبيغير اتجاه الطياره ناحيه الشرق علشان يلاقي السفينه، وساعتها بيفتكر داكسون ان السفينه غيرت اتجاهها ناحيه الشرق، بس للاسف مش بيلاقي لها اي اثر. وفجاه بيلاقي بنزين الطياره قرب يخلص، وبيقرر انه يرمي القنابل اللي معاه علشان يخفف وزن الطياره، وبيعرف المساعدين ان البنزين خلص في الطياره، فبيقول لهم يجهزوا نفسهم ياخدوا الخريطه والاكل معاهم علشان هنهبط بالطياره، لان مفيش مفر غير اننا نهبط. وفعلا بتنزل الطياره بيهم في وسط البحر، وبداوا يجهزوا نفسهم ويستعدوا للهبوط اللي ما كانوش متوقعينه. بيرمي داكسون قارب النجاة، بس مارك وجيمس بيكونوا مش عارفين يفكوا نفسهم، وبدأوا يغرقوا مع الطيارة، لكن بيفكوا نفسهم في آخر لحظة قبل ما يموتوا، وبيطلعوا للسطح وبيوصلوا لداكسون، بس للأسف بيسيبوا الشنط بتاعة الأكل والمية في قلب الطيارة، لأنهم ما صدقوا إنهم طلعوا على السطح قبل ما يغرقوا، وفضلوا ينفخوا القارب لغاية لما اتقطع نفسه، وبيكون القارب مقلوب على وشه، فبيحاولوا يعدلوه بصعوبة، وفعلا بيقلبوه وبيطلعوا يركبوا عليه، وبيناموا في قلب القارب من التعب الشديد. وتاني يوم بيفضلوا يتكلموا مع بعض عن اللي حصل معاهم في الطيارة، وإن إزاي تاهوا من مسار الطريق للسفينة، وبدأ كل واحد يلوم التاني إن هو السبب في اللي حصل. وبعد مشادات ومناهدة مع بعض بيعرفوا إن مفيش فايدة واللي حصل حصل وخلاص. فبيقول لهم داكسون لازم نراقب السما على أمل إننا نلاقي طيارة معدية تشوفنا، وفعلا بدأوا كل واحد يبص في اتجاه، وفجأة بيشوفوا طيارة معدية، فبيقلعوا هدومهم وبيشاوروا لها، وبيفضلوا يزعقوا بقى على صوتهم، لكن للأسف مفيش فايدة، لأن الطيارة بتكون بعيدة عنهم جدا ومن الصعب إن هي تشوفهم. وساعتها بيجي لداكسون حالة يأس وإحباط، وبيقول لهم إن دي كانت الفرصة الوحيدة لينا، لأن الطيارة دي كانت طالعة لإنقاذ المفقودين، ومن الصعب إن في طيارة تانية تعدي علينا في نفس المكان ده، وأكيد مش هيرجعوا يدوروا علينا تاني لأن الحرب أهم من 3 جنود تايهين. وساعتها بينصدموا من كلام داكسون وبيحسوا إن هما في كابوس، وبيكونوا مش عارفين هيعملوا إيه ولا يتصرفوا إزاي من غير أكل ولا مية. فبيقول لهم داكسون أنا القائد هنا ولازم تنفذوا أوامري علشان ننجب حياتنا كلنا، وبيحاول داكسون يشجعهم علشان يخرجهم من حالة الإحباط اللي هم فيها. وفي الوقت ده بيأمرهم إنهم يطلعوا كل حاجة في جيوبهم، وبدأوا يجمعوا الحاجات اللي معاهم، بس بتطلع كلها ملهاش أي قيمة، وبتكون عبارة عن صفارة وسلك وبنزة. فبيطلب منهم داكسون انهم يخفوا الوزن بتاعهم، ولازم ترموا الجزم بتاعتكم في المية لانها ملهاش اي لازمة، فبيلعوها وبيرموها في البحر، وبيتفاجئوا ان داكسون مرماش الجزمة بتاعته، فبيسألوه بيقولوا له ليه انت مرمتش جزمتك انت كمان، فقال لهم انا مخليها ممكن نحتاجها في اي حاجة. وبنشوف جيمس وهو معاه المسدس بتاعه وبيخليه معاه لاي ظروف، وبيدخل الليل عليهم وبدأوا يعملوا نبطشيات علشان واحد منهم يفضل صاحي يراقب السما على امل انهم يلاقوا طيارة معدية. وفضلوا طول الليل على الحال ده، واحد يصحى التاني ينام، وتاني يوم بيكونوا جعانين، فبتجيلهم فكره انهم يصطادوا سمك، فمسكوا الخيط اللي معاهم وربطوه في زنبلة خزنه المسدس، وربطوا البنزه في الخيط كنظام تقل للصناره، وعملوه زي السن بالظبط، وحطوا بدل الطعم قماشه حمراء عشان تجذب السمك ناحيتها. وفجاه بتشد الصناره سمكه كبيره، بس للاسف ما بيعرفش يتحكم فيها مارك وبتفلت من الصناره، لكن مش بييأس وبيرجع يصطاد تاني. وبتكون الشمس حرارتها عاليه جدا، فبيقرر مارك انه ينزل الميه بره جسمه من حراره الشمس، وبيكون جيمس عايز ينزل هو كمان، لكن داكسون بيمنعه لان الميه خطر وممكن يكون فيها سمك قرش. وساعتها بيترعب ماركو وبيرجع للعوامه بسرعه لانه حاسس ان في حاجه في الميه، وبيعدي يوم ورا يوم وهم في عرض البحر من غير ميه ولا اكل، وبيطلع النهار وبيكون شكلهم مرهق وتعبان لدرجه ان هم مش قادرين يتكلموا. فبيقول لهم داكسون احنا لو فضلنا على الحال ده هنموت كلنا، ولازم نفكر هنعمل ايه في الايام اللي جايه. لكن جيمس ما بيكونش قادر يقاوم العطش، فبيقرب من الميه وبيحاول يشرب، لكن جيمس بيمنعه في اخر لحظه، وبيعرفه ان الميه المالحه هتجيب له جفاف وتموته. وبيتفاجئ داكسون بقلم رصاص في جيبه، وبيكون فرحان كأنه لقى كنز، وبدأ يرسم خريطة علشان يحدد ويعرف هو في أي مكان، واستخدم البوصلة في تحديد الاتجاهات. وبتيجي فكرة ذكية في دماغ ديكسون، فبيربط عوامة إنقاذه وبيرميها في المية علشان تثبت القارب وما يتحركش مع الرياح، لانه عرف ان في جزر قريبه منهم من الخريطه اللي رسمها. وبعدها فضلوا يدعوا ربنا علشان ينزل عليهم المطر، وللاسف ما بنلجاش لربنا غير وقت الزنقه، وفعلا ربنا بيستجيب لدعائهم وبينزل عليهم المطر بالليل، وبيكونوا فرحانين جدا، فبيفضلوا يشربوا ميه لغايه لما بيشبعوا، وبيملوا القارب كمان، وبيطلع النهار وبيكونوا ميتين من الجوع. فبيحاول مارك يصطاد اي سمكه لكنه مش بيعرف، فبيقرر يطلع المطوه من جيبه اللي كان محتفظ بيها على امل ان هو يصطاد بيها اي سمكه، وبياخدها وبيفضل يضرب بيها في الميه، لكن داكسون بيزعق معاه وبيحاول يمنعه علشان ممكن يخرم القارب. وفجاه بتيجي المطوه في سمكه قرش كبيره، فبيطلعوها للقارب وبيتلموا عليها علشان ما تنزلش الميه تاني، وبيفتح مارك بطنها بيلاقي سمك صغير وبياكلوه.
وبيقطعوا اللي فاضل منهم وبيخزنوه في الشرابات بتاعتهم. وبيكون القارب مليان دم من سمكة القرش، فبيحاولوا ينضفوه من الدم اللي فيه. ويا ريتهم ما عملوا كده، لان بسبب الدم ده اتجمعت كل اسماك القروش حواليهم، وساعتها بيحسوا بالرعب لانهم بقوا في منطقه خطر، وبيفضلوا قاعدين من غير اي حركه يراقبوا اسماك القرش. وبيدخل الليل عليهم وما بيكونوش شايفين اي حاجه في الميه، لكن بيكونوا خايفين ومش قادرين يناموا. ولما مارك بيطمن ان مفيش حركه في الميه بينزل ايده علشان يغسلها في البحر، وفجاه بتعضه سمكه القرش وبيطلع ايده في اخر لحظه، فبيروح بسرعه داكسون يلحقه وبيربط له الجرح وبيوقف له النزيف. وبيفضل مارك يصرخ من الوجع طول الليل، وبيعدي عليهم اسابيعهم مع الحال ده ومفيش امل انهم يرجعوا. وبيحاول مارك يصطاد سمك تاني لكنه معرفش. وبالليل السما بتمطر عليهم تاني وبيفضلوا يشربوا وبيملوا القارب. وبيطلع النهار وبيكون جيمس في حاله احباط شديد وبيفكر في الانتحار، لكن مارك بيلحقه في اخر لحظه وبياخد المسدس من ايده وبيقول له مش هو ده الحل انك تموت نفسك. وفجاه بيقف طاير نورس على القارب بتاعهم، فبينشل مارك على الطاير بالمسدس وبيضربه، فبيصيبه وبيقع في البحر بعيد عنهم. وبيقوم داكسون مفزوع من النوم على صوت ضرب النار، ولما بيشوف الطاير في الميه بينزل بسرعه علشان يجيبه، واخيرا بيوصل ليه. وهو راجع بتظهر له سمكة قرش وبتقرب منه، فبيهرب داكسون بسرعة قبل سمكة القرش ما تحصله وتاكله. وبيوصل للقارب في آخر لحظة، وبيفضلوا يبصوا على سمكة القرش وهي معدية من تحتيهم. وبعدها بيقطعوا الطاير وبيقسموا على نفسهم لأنهم بيكونوا ميتين من الجوع. وبيشوف جيمس المسدس بتاعه بيلاقيه مش شغال، فبيرميه في البحر لان الميه بوظته. وبيدخل الليل عليهم وبيكون سمك القرش مستنى حد منهم ينزل في الميه علشان يتعشى بيه، ولما ما بيلاقوش فايته بياخدوا بعضهم وبيمشوا. وبيطلع النهار وبيصحى داكسون وبيلاقي المساعدين بتوعه لسه نايمين، فبيزعق معاهم بأعلى صوته علشان ما فيش حد فيهم فضل صاحي يراقب الجو على اي طياره معديه. فبيرد عليه ماركو بيقول له انت السبب لان انت القائد وانت اللي خليتنا نتوه في وسط البحر. فبيقول له داكسون على الخريطه اللي انا رسمتها المفروض نكون وصلنا لجزيره قريبه من هنا. فبيقول له مارك انت شكلك بتشتغلنا وبتقول لنا اي كلام تصبرنا بيه، لان لو في جزر كانت زمانها ظهرت. فبيقول له داكسون احنا لو كنا ماشيين على الطريق الصحيح كنا زماننا وصلنا للجزر دي من يومين فاتوا، وبكده يكونوا فقدوا اخر امل للنجاة بحياتهم. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض على الوضع اللي هم بقوا فيه، وفي وسط الكلام بيقع ديكسون بلسانه وبيقول لهم انا كنت نايم لما المفروض الف في اتجاه السفينه، وهو ده السبب ان احنا تهنا في وسط البحر. وبعدها بتيجي فكرة ذكية في دماغ ديكسون، وبدأ يقطع الجزمة نصين علشان يستخدموهم ويجدفوا بيهم في اتجاه الجزيرة. وبيمر عليهم 30 يوم ومع الحال ده لغاية ما جسمهم بدأ يتغير وبيكونوا على وشك الموت. ومن كرم ربنا بدأت الدنيا تمطر عليهم وفضلوا يشربوا ويملوا القارب. وفجأة بتقوم عاصفة قوية جدا فبتوقع ديكسون في البحر، فبيلحقوه وبينقذوه في آخر لحظة وبيمسك في القارب، فبتزيد العاصفة بقوة بتقلب القارب عليهم وبتقع كل حاجة موجودة معاهم، فبيقاوموا بكل شجاعة وبيقلبوا القارب وبيطلعوا عليه. واخيرا العاصفة بتهدى وبيعدوا منها بسلام، وبيطلع النهار وبيكونوا مش قادرين يتحركوا بيكونوا خلاص جابوا اخرهم، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض كانهم مع الاموات. فبيقول لهم داكسون لو حد مات فينا دلوقتي هنعمل ايه؟ فبيرد عليه ماركو وبيقول له هناكله طبعا، دي مش عايزه كلام لان الحي ابقى من الميت. وبدأ ديكسون يشجعهم ويحمسهم علشان يكملوا الطريق اللي ماشيين فيه، وبيقول لهم لازم نكمل لغايه اخر نفس فينا. وفضلوا يقدفوا بايديهم على امل ان هم يوصلوا لاي جزيره، وبعدها بيتملك التعب منهم وبيناموا وعينيهم مفتحه. وفجاه مارك بيقول لهم انا اتخيلت بحاجه بعيد، فبيقوموا يبصوا بيلاقوها الجزيره، بيكونوا فاكرين انهم بيحلموا، ومن كتر فرحتهم ما بيكونوش مصدقين انهم هيرجعوا لحياتهم من تاني. وفضلوا يقدفوا بكل قوتهم ناحيه الجزيره لغايه لما بتيجي موجه عاليه وبتحدفهم على الشط، واخيرا بينجوا بعد المعاناه اللي شافوها في عرض البحر لمده 34 يوم. وهنا بنتعلم اننا نصبر ونقاوم لغايه اخر نفس فينا، ولو مكتوب لنا عمر هنعيشه ونكمل. وبيخلص فيلمنا، اشوفكم في فيلم جديد.